الصداع النصفي هو مرض عصبي شائع جدا، ويزداد شيوعا في الوقت الحاضر لفضل أنماط حياتنا المزدحمة التي تترك لنا وقتا قليلا جدا للراحة جسديا وعقليا. الصداع النصفي هو حالة قابلة للشفاء تماما من منظور عملي. لهذا يجب أن نعتبر الصداع النصفي عرضا لنمط حياة سيء بدلا من كونه مرضا. الأشياء الأساسية جدا التي تحتاج إلى القيام بها إذا كانت تعاني من الصداع النصفي هي: يجب أن تتأكد من أنك تذهب إلى النوم في الوقت المناسب في الليل. الوقت المثالي للعشاء 7:30 الوقت المثالي لإطفاء كل شيء 8:30 ويجب أن تكون في السرير بحلول الساعة 9 قد تنام 9:30 أو 3:30. هذا لا يهم. الوقت المناسب للذهاب إلى السرير هذا في يديك. عندما يأتي النوم من الواضح أنه في يد الله، لكن يجب أن تتأكد من أنك تذهب إلى السرير في الوقت المناسب. يرجى التأكد من أنك تتناول طعامك في الوقت المناسب. كمية الوجبة لا تهم، لكن يرجى التأكد من أنها تأتي في الوقت المناسب، لأن الصيام والجوع بحد ذاتهما محفز خطير للصداع النصفي. هو تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي. القهوة، الشاي، الشوكولاتة، الكحول، التدخين، البان، الشيشة، جميع منتجات التبغ، السوباري، كل هذه الأشياء تعتبر محفزات سيئة جدا للصداع النصفي. وتجنب الاستماع إلى الضوضاء العالية والموسيقى الصاخبة. اقتراحي هو تجنب استخدام سماعات الأذن تماما إذا كنت مريض صداع نصفي. تجنب ارتداء العطور القوية، وتجنب العود والبخور والمواد الأخرى التي تنتج روائح قوية. والخطوة الأخيرة هي تناول الأدوية بانتظام. لذا إذا تحمل المريض مسؤولية علاج الصداع النصفي بشكل كامل، يمكن علاج الصداع النصفي. إذا كنت تعتقد أن الصداع النصفي يمكن علاجه فقط ببعض الأدوية وبغض النظر عن مدى كفاءة طبيب الأعصاب، فأنت بالتأكيد ستصاب بخيبة أمل. لذا الصداع النصفي هو مرض. أكثر من كونه مرضا، هو عرض لنمط حياة سيء، وهنا يبدأ العلاج. وإذا كان نمط الحياة جيدا، يصبح عملي سهلا جدا. وعندما يكون عملي سهلا جدا، تحصل على علاجك في أسرع وقت ممكن.